اهلا بكل متابعين ابو لوليك. استاذ حسن المستكاوي كان قال عباره بتطبق حاليا. كان قالها نظريا، دلوقتي بقت موجوده عمليا. كان قال ايه في الاحتراف؟ ان كل لعيب يتألق في فتره يبقى خلاص عايز يسيب مكانه ويهج، واول ما يجيله عرض او عرضين او ثلاثه من اي فرق بيبقى عايز يجري وراها ويلهث. الاحتراف يا جماعه انك تبقى ملتزم بعقدك، بتطور في ادائك اثناء مدة عقدك، مركز في هدفك، زائد مراعاة الفريق اللي خلاك توصل للمستوى ده. الكلام هنا لو انا هطبقه على وسام ابو علي، اللي بقت المسألة بالنسبة له دلوقتي فقط فلوس، كام المبلغ اللي انا هاخده بصرف النظر عن اي اعتبارات اخرى. انا بحاول ابقى هادي وانا بتكلم، لان بجد الموضوع ده فعلا منرفزني قوي، بس هحاول بقدر الامكان اتكلم بهدوء. اسامه ابو علي لو كان وصل لمستوى من التألق في الفترة الأخيرة دي، يبقى بس عشان هو بيلعب في النادي الأهلي. لازم العبارة دي يبقى فاهمها وسامعها ومدركها، عشان في لعيبة كتير قبل منه حصل له نفس الموقف بالظبط. تيجي الأهلي تتألق، يجي لها عروض من بره بتجري وراها، وهوب المستوى يبتدي ينزل من موسم للتاني، حتى لو فضلت في النادي الاهلي. حتى لو فضل في النادي الاهلي حتى ليه؟ لانه تفكيره ما بقاش خلاص في تطوير ادائه، تفكيره بقى في كله في جيبه، في الفلوس. من حقك، من حقك، بس لما تيجي من الاول وتمضي مع النادي الاهلي على مده معينه، يبقى انت لازم تنفذ المده ديت لو النادي عايز يكملها، لان فضل النادي عليك وعلى غيرك، على اللي كانوا في النادي وعلى اللي في النادي واللي لسه هيجوا النادي. دي نقطة مهمة جدا، لازم توصل لكل طبلة ودان لعيب بيلعب في النادي الأهلي. ومن بعد النادي الأهلي بقى افتح القوس واكتب كل الأندية المصرية والعربية، لأن هي واضح إن هي بقت ثقافة عند كل اللعيبة العرب. قصة إن أنا أتألق، يجي لي عرض أريل عليه، فبالتالي أفقد تركيزي، أفقد التزامي بالعقد، مستواي هينزل. حتى لو أنت تنفذ اللي أنت عاوزه وسبت النادي ورحت النادي التاني، تأكد إن فكرة النادي التاني اللي خدك بتتغير، وبقت فاهمة وعارفة إن لمجرد ما هتجيلك عرض وإنت عندهم هيبيعوك. زيك زي أي سلعة، تلاجة، سخان، عربية، بوتاجاز. إنما لو عارفين إن اللاعب مركز في أدائه وتطوير أدائه، مستواه الفني هيزيد، وكمان قيمته المالية هتعلى، ولما يتنقل ليهم هيعرفوا القيمة دي كويس، وهيعرفوا البني آدم وخامة البني آدم كويس. ناخد على مثال محمد صلاح. محمد صلاح كلنا عارفين المشكلة اللي كانت دايرة معاه ومع فريق ليفربول في حتة تجديد عقده، وعادت فترة طويلة جدا أثناء الموسم اللي فات. ورغم ذلك محمد صلاح لا مستواه نزل، ولا أداءه قل، ولا قيمته المالية مش هقول
قلت، ثبتت، لا دي زادت. تمام. الراجل احترم العقد اللي بينه وبين ليفربول لغايه اخر دقيقه وما اتكلمش، لان في عقد مبرم وداير رغم كل العروض اللي جايه لمحمد صلاح اللي كلنا عارفينها، مش محتاجه ان انا اتكلم عنها ولا اشرحها ولا اقول قيمتها ايه. كلنا عارفين محمد صلاح اتعرض على ليفربول من انديه ايه والقيمه كانت ازاي. بس الراجل فضل لغايه ما ليفربول قعد معاه وخلص التعاقد معاه. في عقد مبرم. هو ده الاحتراف اللي كان بيتكلم عليه، او معنى الاحتراف اللي كان بيتكلم عليه حسن المستكاوي. القيمه بتاعت الكلمه مش هي القيمه الماليه اللي هتدفع في وسام جاي له عرضين من انديه امريكيه، منهم ريد بول، فريق ريد بول اللي عارض على الاهلي 6.25 مليون دولار. وفي عرض امريكي تاني لسه جاي من يومين، مش عارف تفصيلته الماليه بالظبط، بس اكيد مش هيقل عن المبلغ اللي لسه قايله عن ريد بول. فريق الوصل الاماراتي جدد عرضه تاني للنادي الاهلي. والريان القطري اللي هو مش عاوز يعلى عن 8.5 مليون دولار، ده اللي عرضه فعليا ورسميا على النادي الاهلي. وانا شايف ان النادي الاهلي مش عايز يدي الاوكي دلوقتي في قصه وسام لسببين. السبب الاولاني ان الرقم اللي محطوط او التارجت اللي النادي الاهلي حاطه لوسام ابو علي في حاله عرضه للبيع لسه ما وصلش. يعني وصلنا ل 8.5 مليون اهو من نادي الريان، بس مش هو ده الرقم اللي التارجت اللي النادي الاهلي حاطه. تاني حاجه ان النادي الاهلي زي ما انا قلت في فيديوهات سابقه عاوز يحافظ على كيان الفريق ويتمسك بكل لعيب معاه، بالذات في الفتره الحاليه. طيب اللاعب مقموص، وسام مقموص، وانا بقولها لك ان هو مقموص ولو بوزه. دي مش كلمه ان انا بقولها كده عشان اعمل بيها بروباجندا، لا دي هو ده فعليا اللعيب مقموص. انا عايز امشي. هو يعني قال لاداره النادي الاهلي صراحه يا جماعه انا عايز امشي ودماغي رايحه للريان القطري. عشان كده النادي الاهلي دعم المركز دوت جنب جراديشار بشريف، ودخل دلوقتي في الاطار بتاع الخيارات المطروحه على النادي الاهلي مصطفى محمد، اللي انا كنت في فيديو سابق ولسه من مده قريبه قلت ان مصطفى محمد اصلا مش في حسابات الاهلي. سبحان الله دخل في نطاق الخيارات المطروحه على اداره النادي الاهلي لتدعيم مركز وسام في حاله بيعه. فالاهلي قدامه خيارات كتير قوي. طيب اتقال ايه لوسام ابو علي من اداره النادي الاهلي؟ قالوا له احنا مش واقفين قدام مصلحتك ولا طموحك، بس احنا عندنا شرطين عشان نتمم الصفقه. الشرط الاول والاهم ان يتم تدعيم مركزك بصفقه كبيره، ودي اللي انا بتوقع خلال 3 ايام بالكتير قوي هيعلن عن صفقه كبيره جدا في مركز المهاجم. وتاني حاجه بقى العائد المادي. انا حاطط تارجت كنادي اهلي لاسمك لازم اوصل له. طبعا اللاعب بعد ما تألق في كاس العالم للأندية وتنهلت عليه العروض من الفرق اللي انا قلتها واتجددت من فرق اخرى، اللاعب حس ان هو مش على قد المكان، فبالتالي النادي الاهلي حس لو هو ضغط على اتمام العقد مع وسام ابو علي مش هياخد منه النتيجه المرجوه،
ومستواه الفني هيقل على مدار الموسم، فبالتالي القيمة المالية هتنزل معاه. فالاهلي هنا بيفكر صح فنيا وماليا. طيب هل وسام محق فيما هو يفعله؟ الإجابة لا. محدش بيبص على مثال قوي زي محمد صلاح وبياخده قدامه كقدوة ويحاول يطبق اللي بيعمله محمد صلاح على نفسه. محمد صلاح كان فين وبقى فين؟ محمد صلاح بدنيا كان فين وبقى فين؟ محمد صلاح فنيا كان فين وبقى فين؟ محمد صلاح النهارده في ترتيب لعيبه هدافي ليفربول والدوري الانجليزي فين؟ يا جماعه احنا قدام حاله لابد من وضعها للشباب كلهم في مختلف المجالات قدوه، وحاله تانية بتتكرر كل كام سنه كده في الانديه العربيه زي وسام ابو علي. هل انت يا محمد بتهاجم وسام؟ هبقى كداب لو قلت لكم لا. انا متضايق من موقف وسام، الموقف الاحترافي اللي يشيل الجميل لنادي وصلك للمستوى ده والقيمه الماليه دي ما تعملش معاه كده. طيب نسيبنا ونركن وسام ابو علي شويه ونتكلم على اشرف داري. هل في عروض خليجيه جايه للنادي الاهلي لاشرف داري؟ وفي عروض كتير كمان، بس النادي الاهلي قافل على قصه بيع اي لعيب، وبالذات في المراكز زي المركز بتاع اللاعب اشرف داري، لان هو النادي الاهلي اصلا جايب لعيب عشان يدعم كل مركز، مش يجيب لعيب ويمشي اللي هو اصلا اساسي ليه. فانا يعني انا دلوقتي بجيب لعيب وليه لعيب تاني داعم لنفس المركز دوت احتياطي لاي حاجه فنيه تحصل اثناء الموسم، اصابه، غيابات، انذارات، ايقافات، اي حاجه. فبالتالي يبقى عندي بديل. مش من الطبيعي ان انا اجيب البديل وامشي الاساسي، ده مش فكر. فاشرف داري لا، ما الاهلي ما بيفكرش في اي عرض او هيرد على اي عرض من العروض اللي جايه. نيجي للباك رايت في النادي الاهلي. النادي الاهلي شايف ان عمر كمال جنب هاني الدنيا تمام قوي ولذيذه، والاثنين مع بعض عاملين كيمياء حلوه، وفي عدم وجود ده شايل، وفي عدم وجود ده التاني شايل، والدنيا لطيفه. نيجي بقى للباك ليفت. باك ليفت هنا اللي فيه مشكله في النادي الاهلي، والنادي الاهلي اليومين دولت برضو مركز تركيز عالي في انه يجيب صفقه للمركز ده، هو ومركز قلب الدفاع، الباك ليفت وقلب الدفاع. اللي عايز اقوله في الفيديو ده ان حسن المستكاوي كلمته لازم تلف في مخوخ كل اللعيبه عشان تنظف التراب اللي على مخهم، وانه ما يبصش تحت رجله، وان الدعم المالي لوحده مش هو الاحتراف. الاحتراف بالمعنى اللي انا فهمته من جملة حسن المستكاوي انك راجل تلتزم بكلمتك، يعني تلتزم بالعقد مع ناديك، وانك تلتزم بتحقيق الهدف المطلوب بوجودك في النادي، وان بده هيعلى مستواك الفني، فبالتالي هيعلى القيمة المالية ليك، فهتلاقي الافضل فالافضل من اللي كان معروض في الاساس. اشوفكم في فيديو قادم قريبا.